بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في قناتنا بنتعلم التكنولوجيا وازاي ان احنا نقدر ان احنا نتحكم في اي جهاز في اي مكان في العالم واحنا في مكاننا هنا، بس اهم حاجة يكون في نت في الجهازين. سواء كان الجهاز ده كمبيوتر بقدر اتحكم فيه، لو الكمبيوتر ده في اي مكان في العالم من مكاني هنا اقدر ان انا اتحكم فيه. وعملنا فيديو بكده، هسيب لكم لينك الدخول على هذا الفيديو في الوصف زي ما احنا شايفين قدامنا. وفي فيديو اخر قدرنا ان احنا نتحكم ونظهر الكمبيوتر على شاشة الهاتف او العكس شاشة الهاتف على الكمبيوتر. وفيديو اخر قدرنا ان احنا نتحكم وان احنا نظهر شاشة الكمبيوتر على شاشة التلفاز. ناقص لنا بقى حاجة واحدة بس، دي اللي هنتعلمها مع بعض النهاردة، وهي اظهار شاشة اي هاتف في اي مكان في العالم على الهاتف بتاعي. والكلام ده يا جماعة بينفع في حاجات كتير، منها ان انت لو ليك طفل بعيد عنك ان انت تقدر تراقب الجهاز بتاعه عن طريق رابط، او ان انت لو في مشكلة في هاتف الاخر ده تقدر ان انت تحلها عن بعد، واشياء اخرى كثيرة. تعالوا نخش في الفيديو بتاعنا ونشوف الكلام ده يحصل ازاي. اولا يا جماعة هنسطب البرنامج ده على الموبايل اللي احنا عايزين نراقبه او عايزين ان احنا نتحكم فيه عن بعد، ومش شرط ان احنا نسطبه في الهاتف الاخر. مجرد بس رابط هنبعته زي ما احنا هنشوف بالتفصيل، وعن طريق هذا الرابط هنقدر نتحكم في كل شيء. البرنامج ده ما تقلقش من متجر بلاي، واخد تقييم 4.6 مساحته صغيرة جدا 13 ميجا. بعد ما سطبنا البرنامج هيظهر لنا بالايقونة دي. خش على البرنامج مع بعض. بعد كده اضغط على شير سكرين. بعد كده نضغط على جو. مجرد ما نضغط على جو يظهر لنا اعلان. ننتظر ثواني. اول ما يظهر لنا علامة الاكس كده نقفل الاعلان. نضغط تاني. كده البرنامج بتاعي فتح على الموبايل ده. ابعت بقى الرابط بتاعي للموبايل الاخر ازاي؟ اضغط على شير لينك، مشاركة اللينك. تقدر تبعته عن طريق الجيميل، عن طريق الواتس، عن طريق اي شيء. انا بالنسبة لي ابعته عن طريق الواتس. اوكي تمام. بص الموبايل الاخر هتوصل له رسالة زي ما احنا شايفين. الرسالة وصلت اهي. نضغط بقى عرض عشان خاطر نخش على الواتس ونوصل للرابط. الرابط اللي هو بالازرق ده يا جماعة. نضغط كده ونخش على الرابط ضغطة واحدة. جوجل كروم او اي شيء. بضغطة واحدة قدر الجهاز ده يكشف الجهاز الاخر زي ما احنا هنشوف مع بعض دلوقتي. يعني مش مجرد بس إظهار الشاشة ولا مراقبة ولا كذا وكذا، لا ده كمان في ميزة كمان، وهي إن أنت تقدر تعمل شات من هذا الموبايل للموبايل الآخر. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، وأتمنى أكون أفدتكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.